يا عليم الله شرفتوني. يا أهلا ابو سليم. وسهلين فيكم والله. بقى شو قلت يا ابو سليم؟ والله ما بعرف شو بدي لك يا شيخي، يعني بيبقى مظافر على عيني وراسي، بس ما بعرف يمكن ما تزبط لا معي لا معه. يا ابني صفيان الحريم لحالهم وانت محتاج شغل وما راح تقصر، يعني مصلحة للطرفين، وهي قعود جاي مخصوص مشان يأكد لك هالشي. ايه ابو سليم كلامه للشيخ مزبوط. طيب شيخي انا مع مين بدي اتفاهم؟ يعني مع قعود؟ هاي بتتدبر، بس انت المهم تفكر بعقلك وشوف مصلحتك. نحن اهل والحال من بعضه لك ابني، وهلا الوقت صعب والغلا كل ماله عم يزيد ويزيد وعم يضيع على الناس لقمتها. والله طيبين هالشايات يا عمي ابو سليم. صحة وانا وبكره ان الله راد بمروا عليك وبنحكي ماشي؟ ماشي شيخي، بس يعني اذا صار نصيب واتفقنا بدي يضل الحكي بيناتنا، يعني ما بدي كل شوي نطلي حدا يعمل علي معلم ويقول لي بيصير وما بيصير، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان شيخي. الحق معك ويسلم تمك يا ابو سليم. صحتين قعود. على قلبك.